المقدمة أصلا. نعرف اصلا 5 فن دي عباره عن ايه؟ ومين دي؟ أنا مين صحيح؟ احنا صح. طب كويس ان احنا عدنا. طب استني، هنعمل مقدمه. انا هقول المقدمه بتاعتي، انا كل ده هحطه. خلاص بقى هي طلبت. صباح الخير او مساء الخير حسب بتسمعوني امتى. يا رب تبقوا بتسمعوني الصبح. قوموا اعملوا لكم كوبايه شاي، وهي جايبه لها كوبايه، انا بس بفضح نفسي، جايبه لها ميه ساقعه بتلج. مش دعوه والله. 5 فن عباره عن ايه؟ 5 فن عباره عن ان احنا مش موصلناش للفلنكات، وفي نفس الوقت عندنا خبره ممكن نفيد بيها حد. دايما في البودكاست، اي بودكاست عامه بشوفه ببقى شايفه ان هو لازم ابقى وصلت للعالميه، ولازم احسسك ان انت مالكش لازمه، وان انت ازاي قاعد مكانك دلوقتي. قوم اتحرك، قوم اعمل اي حاجه. انت ازاي ما بتكسبش بالدولار؟ قوم دلوقتي حالا تكسب بالدولار. فاللي هو عايزه نبقى احنا يعني ان احنا نبقى شبه بعض، ان البني ادمين شبه بعض، ان احنا ما دام في نفس المجال يبقى اكيد حسينا بنفس الحاجات، مرينا بنفس الحاجات، ومرينا بنفس الصعوبات. مفيش، احنا مش مختلفين تماما. ده هدفه. تاني حاجه ان احنا على قد ما هنقدر هنسيب ماتيريال في الديسكريبشن بوكس، ان هو لو في لينكات احنا اتعلمنا منها، البرامج لو في لينكات اتعلمنا منها، اي حاجه عامه، لو في مواقع استفدنا منها، اي برامج استفدنا منها هنحطها علشان نسهل عليكم الرحله دي. يعني انا قربت اخلص 5 سنين وهي اتخرجت، هنعرف هي مين دلوقتي. ونقدر نفيد بيها اي حد، مش مهم مين، بس ممكن كلمه تفرق مع اي حد. ده اللي مقتنعه بيه. انا معايا النهارده مين؟ انت مين يا نورهان؟ عرفي نفسك بمنتهى البساطه. أنا نورهان. قسم ايه؟ جرافيك. ايه هي الحاجه اللي مخليه نورهان دلوقتي مكمله في مجال الجرافيك؟ إن أنا بعمل حاجة اللي بحبها. بس بس بمنتهى بجد. البساطه. بس بجد. الموضوع بسيط جدا، يعني مش محتاج اي حاجه. طيب هسألك سؤال، ليه اخترتي مجال الجرافيك وما اخترتيش اي مجال تاني؟ مبدئيا يعني قبل ما ادخل الكلية كان كل حاجة انا عارفاها عن الكلية انا بحب الرسم. ما كنتش اعرف كل ابعاد الكلية طبعا، وما كنتش عارفة انا ادخل انهي كلية الجرافيك دي ايه اصلا؟ ولا اي حاجة. بجد انا بحب الرسم، كنت برسم شوية حاجات بسيطة كده، اللي هو بس انت عارفة انت الشخص لما يكون عنده شوية خيال بيطلعهم على ورق، ومش بيرفكت طبعا. لما دخلت الكلية وطبعا بقى سنة اعدادي ونتعرف على الاقسام، فما لقيتنيش في ولا قسم فيهم غير الجرافيك. يعني حتى انا برضو ما كنتش عارفه ابعاده كلها، بس حسيت كده اللي هو حسيت ان في امل، في تاتش في حاجه انا بحبها فيه. والحاجه اللي انا بحبها اللي انا بعملها حاليا اللي هو الكاركتر ديزاين، هو ده روح الطفل اللي جواك بتطلع في الحاجه بالظبط. فانت لما بتعمل حاجه بتحبها او بتدخل مجال انت بتحبه بتندك فيه. يعني مش مجرد مثلا، يعني في ناس تانية في كليات تانية اللي هي طبعا بتبقى بتدخل القسم حسب الدرجه بتاعتها. ففي ناس تقول لك انا كنت بحب الجرافيك جدا واستخسرت مجموعه دخلت ديكور. لا قولي الكلام اللي بقالي سنين بقول. ايوه بالظبط، اللي هو يعني اللي هو ليه؟ طب ما انت بتحب جرافيك، يعني ايه استخسرت مجموعه؟ اكتر سؤال. بصي انا عايزه ادخل ديكور، بس انا بحب جرافيك، ينفع ادخل ديكور واخد كورسات في جرافيك؟ لا ما ينفعش. والله. طب والله ما ينفع يعني. اصل طب ما تعمل، يعني ما تدخل اللي انت حابه من الاول. وهتدفع فلوس ومش هيبقى عندك وقت. بالظبط. اللي بيدخل ديكور ما يبقاش عنده وقت والله ولا هينتج فيه. ما هو طالما ما بيحبوش مش هيبقى اللي هو فاهمه بالشكل المطلوب. ايه اول برنامج اتعلمتيه في البرامج كلها بتاعت الجرافيك بقى؟ كان الالستريتور. واتعلمتيه ازاي؟ يعني انا ما باخدش كورسات، فانا بعلم نفسي بنفسي، بشوف فيديوهات هشوفها. انتي بتدخلي اللي هو انا هدخل اتفرج على اي حاجه في الالستريتور، ولا بتبقي مثلا عايزه ترسمي مثلا الوش، الايد، اللي عايزه مثلا اعرف الون ازاي، اعرف اسكتش ازاي، بتجزئيها، ولا بتشوفي مثلا عايزه كورس كامل وخلاص وخلاص؟ هي ما بتجيش بالطريقه دي، بس انت بتشوفي ايه هو البرنامج، يعني بتكتشفي ايه هو البرنامج، وبعدين انت بقى بتبقي عايزه تعملي حاجه. ممكن ما تلاقيش الحاجه اللي انت عايزاها فيديو، فاهمه؟ يعني مثلا انا عايزه ارسم حاجه معينه، هو مش جايب الحاجه المعينه دي فيديو، بس هو جايب طريقه شرح ازاي تعملي الحاجه اللي هي شبه اللي انت عايزه تعمليه. فانت بتشوفي الفيديو ده، او مثلا بتشوفي ايه هو الادوات بتعمل ايه، وانت ممكن انت يعني بذكائك تكتشفي مثلا انت ممكن تعملي اللي انت عايزاه بالاداه دي. يعني انا واصحابي لو قعدتينا كلنا جنب بعض نستخدم الاسم، محدش بيستخدمه شبه التاني. عادي بقى تنبهري مع اللي ان هو هي ايه. نفس الحاجه اللي انا عايزه اوصلها في الاخر. صح، انت معاكي حق جدا. والله بجد. انا فعلا برضو نفس الكلام. انا ممكن ابقى بعمل حاجه وصاحبتي بتعمل
هي عملت نفس النتيجه، بس يعني ودنك منين يا مش جحا، بس في بالظبط. الاخر يؤدي الى نفس النتيجه، مش انا مهم. بعمل يعني أنا ممكن اطول شويه في الخطوات مع ان انا عارفه هي بتتعمل ازاي، والاختصارات ما بحبش استخدمها يعني عادي. انا بس بحب اخد وقتي. حد من صحابي قبل كده زعل يا بنت البوت كده فلا عادي يعني انا بعمل الحاجه بالطريقه دي، مش لازم اكون بعملها زيك، المهم ان انا بعرف اعملها وصلت ازاي بتتعمل حتى لو انا اللي مخترعه الطريقه، بس وصلت في الاخر. يعني عشان في ناس ممكن تيجي تسالك اللي هو اعمل الحاجه الفلانيه ازاي بالظبط، لا اتعلم الادوات وشوف انت ممكن وتعلمها تقدر تعملها بطريقه، ازاي. يعني تعلمها بطريقه وانت مع نفسك هتلاقي نفسك. يعني انا برضو نفس الكلام، صحابي يقعدوا يقولوا انت بتصعبيها على نفسك. هو مش انا بصعبها على نفسي، انا برتاح كده. انا بحب قوي ان انا العب مثلا في الفونتات وبتاع، اروح عامله بالبرش ماليه الفراغات. والله طب ما تعملي مش ما تدخليها على الاستريس، انا برتاح في الفوتوشوب. طيب انت شايفه ان بالذات الرسم، بما انك انت اعتقد انت خلاص خصصتي ان انت بقيتي حابه هي ده دي او الحاجه لاقيه اللي انا نفسك لحد بحبها دلوقتي أيوة. يعني. عشان انا ببقى عارفه ان الواحد بيجي له فترات بيتجنن ويروح في مساجات تانية. بس لو انت ككاركترات وانيميشن وبتاع او مش انيميشن اللي هو يعني كاركتر ديزاين، انت شايفه لازم اتعلم رسم الاول مانيوال وبعدها ابدا ديجيتال، ولا ابدا على طول؟ لا هو بصي لو في الرسم عموما وكاركترز وهتعملي بقى الموديل شيت، بصي لازم انت تعمليها على الورق اصلا الاول، يعني انت تفكري على الورق، مش عشان مشروع التخرج بس، يعني انا مؤخرا عشان انا مهتمه جدا بالموضوع فانا تابعت ناس هم شغالين بالفعل في الحوار ده، وناس كبيره وديزني والحوارات دي، فانا اكتشفت ان هو حتى مهما كان كبير فهو بيشتغل على الورق الاول، ده اساسي في اي حاجه اصلا، يعني حتى اللي هو لو هتعملي لوجو تلاقيه فتح مثلا الاستريتور فجاه يقول لك انا هعمل لوجو، ما بتجيش كده. ايوه يا 6 ساعات وانت مش ما انت ما جالكش، مش هيجيلك الفكره، مش هيجيب لك الوحي على اللاب. اللي هو مثلا يكتب كلمه يغير الفونت يقول لك ممكن يطلع منها لوجو، لا والله ما يطلع. والله ما يطلع فعلا. ولو طلع مره مش هيطلع التانية، بالظبط. هتفضل حابس نفسك جوه فكره معينه. ما هو انت نفس الستايل. هطلع الفكره الاول بالظبط. والورق قدامنا كده كده، فهو الورق طبعا مهم بس في اي برضو حاجه. مش لازم، يعني مش قصدي، بس مش لازم، بالذات في الكاركترات والحاجات دي كلها. بحس ان هو مش لازم يكون بيرفكت يعني لا ما طبعا يقدرش مش مستني ان بيرفكت، هو انا لازم هو مش هيفنش الكاركتر على الورق، بس هو بس يعني بيبني اصل هو القصه بيبقى فكره كلها. ان هو انا لازم ارسم. يعني انا طب ما برضه هو اكتر ممكن سؤال كان سكتش بيجي لي اللي ديجيتال. هو وانا لو ما بعرفش ارسم ادخل جرافيك، ادخل سوري فنون تطبيقيه اصلا. انا ما كنتش بعرف ارسم ادخل والله، ولا عشان انا اللي كنت بعرف ارسمه ده لا يذكر في الرسم. بالظبط. هو كل واحد بدايته اصلا، لو يعني لو ما كانش يتخيل ان هو يوصل لده في يوم من الايام بالظبط، اصلا. اللي هو يعني لما كنتش مثلا دخلت فنون تطبيقيه في يوم من الايام ما كانش يعني هيتطور ده كله. خليني برضه اقول حاجه، ان طحالب وزغلوله والحاجات اللي طالعه اللي هو ونسيح جبنه رومي الحاجات دي دلوقتي طالعه ترند وكلها بسيطه جدا. هي ما فيهاش حاجه. طحالب مثلا هي عباره عن خطين، حرفيا هي خطين، بس بيستخدموا الانيميشن حلو بيعرفوا. وحتى الانيميشن هتلاقيه لو انت ركزتي معاه هتلاقيه بيقطع، عامل زي الافلام زمان بتاعت ديزني اللي هي بتقطع او سوبر ماريو والحاجات دي. أيوة. بس بيوصل الفكره. فانت مش لازم وطحالب دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله معديين، يعني معديين كحاجه مصريه قليله قوي ناجحه في ان هي تفضل مستمره في سلسله انيميشن. احنا عندنا مشكله ان مفيش كرتون اطفال ولا اي قليل حاجه أوي. ليها علاقه بالانيميشن يعني المصريه. لما تيجي تفكري قليل قوي اللي هتفتكريه علشان هو بيبقى كويس، مع ان في حاجات كتير جدا حلوه بس ما خدتش فرصتها وما كملتش، معرفش ليه. بس انا شايفه ان يعني مصر ليها مستقبل في الحوار. هو انا شايفه كتير، وبسبب كمان يعني دفعات يعني احنا لسه هنيجي مشروع تخرج في الاخر من مشروع تخرجك ومشاريع دفعتك كمان بالذات. لا يعني الحاجات دي انا متضايقه ان هي ما اتعملتش كامبين بجد. يعني الحمد لله انا جايباكي عشان انت حاجتك اتعملت يعني، ودي خطوه. انا عارفه، بصي انا ما بفخمش في الموضوع وما بافورش، بس دي خطوه كبيره قوي في سنك ده اولا. ثانيا هي كبيره قوي ان مصر يعني مش قصدي حاجه، بس ان اصلا حد يفهم ان ده ليه مستقبل، وان العين بتحب تشوفه، وان حرام المشاريع التخرج بتاعتنا دي ما تتشافش. يعني ده كان هدفي من الريلز اللي بعملها على انستجرام اصلا. الدفعه بتاعتنا كان فيها كميه شغل تحفه، لا وعدد كبير
تحفه، حتى العدد القليل اللي هو ممكن الناس تكون شافته عادي ومش عادي، هم بذلوا مجهود عشان يطلع المستوى التحفه يعني. انا فعلا عماله احاول اجري من ان انا ادخل في مشروع التخرج وادخل على اخر ليفل، علشان في مراحل اكيد يعني انت مريتي بيها. يعني انا بشوف ان لازم في حياه اي جرافيك ديزاينر نقطه كده اتغير فيها، او يعني حاجه، سواء حاجه اتفرج عليها غيرته، سمع كلمتين في جنابه فاتغير، مشروعه فشل، جاب تقييم مش حلو. انا بشوف التقييم ده على جنب اصلا في كده، بس يعني برضه ساعات بتحز في نفسيتك. اتعلم حاجه جديده، بشوفها ان في حاجه لازم هي اللي طورت مستوايا من 1 مثلا او من 5 ل100. يعني بلاقي نفسي اتنطرت نطره. اكيد في حاجه في حياتك عملت كده. انا عشان كنت حابه الحوار نفسه جدا، وكنت داخله حباه، بس لقيت ان انا ما كنتش بنتج فيه ومش بسببي. انا جبت اللاب متاخر سنه تانية. ده انت قعدتي يعني اولى كلها من غير اه لاب؟ يعني عدى سنتين في الكليه من غير لاب اصلا، فتانية دي اللي هي تانية جرافيك، مش تانية كليه. فقعدت اولى كلها من غير اللاب، فكنت متضايقه اللي هو انا اقدر احس ان انا اقدر اعمل حاجه، بس مش عندي الامكانيه لسه. فكنت متضايقه جدا، مش عشان بقى الكلمتين اللي هو ده انا كنت بذاكر على شمعة. لا انا فاهمه. فلا بالعكس عادي دي يعني. حاجه حلوه، لان في ناس كتير دلوقتي الظروف اللي احنا فيها كمان مش في مقدرتها في الاول ان هي تجيب لابات. بالظبط والله. يعني انا كنت عايزه اتكلم في النقطه دي، يعني مثلا كنت عايزه اتكلم في النقطه بتاعه الناس اللي هم مثلا يعني لو اهاليهم ما وفر لهمش الحاجه من اول سنه، او اجمد حاجه، اللي هو انا عايز اجمد لاب، اجمد جرافيك تابلت، ما عنديش الامكانيه ان اوفر ده. الحاجات دي مجرد اداه، يعني الحاجه يعني انت قايله ممكن. لي قبل كده ان اول مشروع انت عملتيه في بيكس ارت. بجد يعني. الحاجه دي مجرد اداه. يعني انا الجرافيك تابلت بتاعي ولا يمت للاجمد جرافيك تابلت بصله. بس انا شايفه ان هو الاداه دي بتقوى بالشخص اللي بيستخدمها، ده مش دلالة عليا والله، بس يعني انا شفت مهما كذا. جبت احلى ماتيريال باغلى سعر، لو انت ما بتعرفش تعمل الحاجه والله ما هتطلع. والله ما هتطلع فعلا، هو مش هيطلعها مصور لوحده. بيجيب كاميرا وناس بتصور بتليفون احسن من اللي معاهم كاميرا بمراحل. بالظبط، هو فاهم هو بيعمل ايه، ده بيبقى في الشخص. فانت لو اهلك مثلا اتاخروا عليك او ما وفرولكش احلى حاجه في العالم، ما تضغطش عليهم، هم كده مش مقصرين مثلا في رحله تحقيق طموحك ولا اي حاجه من الكلام ده. فانا جبت اللاب متاخر، وكنت عايزه اواكب بقى الدفعه، الناس واللي اساسا في ناس داخله عارفه البرامج، فلو انا فين وهم فين، وده انا فاشله جدا. يعني عارفه انت فكره انك تحسي نفسك فاشله في حاجه انت حباها ومش بايدك، فالموضوع يضايق. كل ما ببقى قاعده فاضيه بحب افتكس حاجه، اللي هو مثلا هقوم دلوقتي ارسم رسمه انا ما اعرفش هي ايه. دي نقطه حلوه. انت بترسمي المشاريع بس اللي كنت بتدربي مع نفسك؟ لا انا بعمل حاجات لنفسي كتير، يعني اكتر حاجه بحبها. دي اعظم حاجه النهارده. لان انا بشوف ان فعلا في مشكله كبيره، ويعني دي مش يعني دفعتي على فكره، يعني مش كسف اقول يعني ان احنا بنعتمد على مشاريع الكليه بس. وعلى فكره انا منهم، يعني لولا ان انا في حاجات بره عمل يعني اضطريتني اعملها فكنت مش هشتغل في الاجازات. بكتشف مع الوقت خلاص هنتخرج وما عندناش شغل فعلا لنفسنا، او كامبين احنا نعملها ريديزاين لاي حاجه نعملها لوحدنا عادي. فكره جات لي اعملها، ليه لازم مشروع ويبقى فيه ديدلاين ولازم ازنق نفسي؟ والله حتى ده ساعات ما بيتعملش، فاهم، او بيتكروت لدرجه ان هم ما يقدروش يحطوه في البورتفوليو، وده بيضايقني جدا. يعني انا شايفه ان الاثنين نقدر نستفيد منه. كده كده في الكليه انت مضطر تعمل المشروع، يعني انت عارف ان لما بتبقى حاجه انت مضطر تعملها استفاد منها على قد ما تقدر. فيعني كانت دايما مش نصيحتي، لان انا يعني برضو انا عملت ده مؤخرا. بس كان في مواد عارفه انت ما بيكونش مطلوب منها الحاجه اللي ممكن تطلع بروجكت بشكل كافي، بس انت عايزه تعمليها كده علشان انت عايزه تحطها في البورتفوليو. كده كده معاكي الوقت طول الترم، فعادي اعمليها. ف يعني انا شايفه ان الناس الصراحه اللي ما بتطلعش من ببورتفوليو محترم من الكليه هم خسرانين، زائد ان برضو الناس اللي ما بتعملش حاجات ما بينها وما بين نفسها هم خسرانين جدا. لانك انت ما ينفعش تبدا بعد ما اتخرجت تعمل بورتفوليو، ده متاخر جدا. في ناس شغاله وهي في الكليه، انت بتبدا يعني بغض النظر عن انه عادي تبدا، بس انا بتكلم في ان ده متاخر جدا. كلامك يعني كل الكلام اللي انتي بتقوليه ده فعلا انا مبسوطه بيه، لان هو اكتر حاجه انا نفسي اقولها. وخصوصا حاجه تانية ان في ناس اصلا مش في الكليه اصلا وبيدخلوا مجال الجرافيك، في ناس من اداب وتجاره
المجال بقى واسع قوي. هتكلم في نقطه ان اصلا انت قدامك 5 سنين اللي هو 4 سنين جرافيك. لو انت ما استغلتش ال4 سنين دي اللي انت تقول انا بقالي 4 سنين في المجال، يبقى انت عبيط. بالظبط. لو هتقضيها اصلا انا عايزه اجيب امتياز وتقييمات، وانا مش بقول ان احنا ما نجيبش امتياز، بس بقول ان هي مش لازم عشان لازم اجيب امتياز ان انا اعمل حاجه مش مقتنع بيها. لا، انا اعمل الحاجه اللي انا متاكد ان انا هروح اعملها، احطها على بيهانس كده وانا مطمن ان المشروع ده هيوصل. ده بيحصلش غير وانت بتعمل حاجه حاببها. بالظبط. يعني حول اي مشروع في العالم حتى لو الموضوع مش عاجبك لحاجه حاببها، خليه بفكرك انت. المشاريع اللي اتاخرت والله المشاريع اللي اتاخرت على تقييماتها يعني مش بشجع والله على ده، بس ده اللي حصل معايا، ان المشاريع اللي اتاخرت وما سلمتهاش في وقتها وبجد اتاخرت وقعدت اعتذر واعيط واعمل الحاجات دي كلها، هي المشاريع اللي انا حطاها في فايل كده ان انا ده اللي انا قادره احط في انت عايزه تطلعيها باحسن نتيجه علشان انا حباها. طول ما انا بشتغل على ان انا بس تقييم وبس، عايزه اخلص، عايزه اصل عشان التقييم النهارده الساعه 12 لازم اخلص الساعه 12، مش هطلع حاجه اللي انا حباها. هتكروتيها جدا ومش هيطلع منها حاجه، وهتحسي انك حتى لو حطيتيها على البيهانس او اي بورتفوليو انك متضايقه منها. انا باخد وقت ليه؟ ان انا بقعد اتعلم، ما بعرفش اعمل الحاجه دي فبروح اتعلمها، فعقبال ما اقعد اتفرج على فيديو 2 و3 ببقى في وقت، خلاص الوقت راح. فلو كروت هعمل باللي انا عارفاه مش باللي انا اتعلمته. دي قصه حياتي في بروجكت انا اشتغلت عليه. كان عندنا مش فاكره في سنه 3 تقريبا، كان ماده اسمها رسوم متحركه. فهي الماده بسيطه جدا، طلب مننا ان احنا نعمل اي فيديو رسوم متحركه ايا كان تكنيك، ان شاء الله حتى ستوب موشن. انا بقى ايه يعني دونا عن البشر، وسنه 3 وكانت انت عارفه سنه 3 سنه تقيله جدا يعني مش قادره اقول لك. فليه الانسان يزنق نفسه في فيديو طويل؟ برنامج تحريك غير افتر، حاجه اول مره اشوفها في حياتي، اللي هو ملاحظه ان انت لو انا عايزه اجرب البرامج بجد. يعني كاركتر انيميت ده برنامج، عارفه انت بتحركي الريجنج وتعملي بقى الكاركتر كذا بق علشان هيتكلم، وتفتحي الكاميرا انت تتكلمي علشان هو بعد ما انت ظبطتي الكاركتر يقعد بقى هو يتكلم عشان يبقى زي الكرتون اللي احنا بنشوفه الطبيعي. يعني ما اعرفش ليه. قعدتي اتعلمتي في قد ايه؟ او قعدتي اتعلمتي في البروجكت ده قد ايه؟ هو كان ترم بس يعني ما اتاخرنا وكده، فهم كانوا شهرين تقريبا. مش هنقول ان انت الشهرين كل يوم كنت بتفتحي البرنامج تتعلمي عليه، لا طبعا كنت بس لو قلنا ان انت كنت في الاسبوع بتقعدي ساعه تتعلمي، يعني وانا عارفه ان ده كتير، انا عارفه انا فاهمه والله، احنا بنقول يعني هي بتتكلم في اسبوع يعني حوالي 3-4 ساعات مثلا كتير. انا يعني طبعا ما شفتش جوانب البرنامج كلها، بس انا عرفت بالفعل هو شغال ازاي وايه دنيته. دي حاجه مهمه ان انت الجيش قال لك اتصرف بجد. في مجالنا ده الجيش قال لك اتصرف. ما تقوليش لازم اعرف الافتر افكت كله، والله انا بقول الكلام ده دلوقتي حالا لنفسي قسما بالله. ما تقوليش اصل انا بقعد اعمل كده، ما تقوليش ان انا لازم اقعد افهم الافتر افكت كله والواجهه بتاعته وازاي الافكت تشتغل وي اشتغل مشروع، خلص المشروع على قده، انت مش مطالب منك تعمل دكتوراه في الافتر افكت. انت اساسا ممكن 3-4 ادوات في الافتر تعملي اجمد أصلاً. فيديو في العالم. ايوه مش محتاج ده كله. مثلا حاليا لما بقدم على كذا شغل او بشتغل في حاجه، انا بقدم موشن جرافيك اصلا، يعني انا بعمل موشن، يعني انا اشتغلت موشن، فاللي هو حابه اطور نفسي فيه واشتغل فيه. بحس الشغلانه تخوف، لو قلت حد هشتغل موشن فيقول لك يا انت هتقعدي تتحركي كل يوم فلا عادي. بحس ان الموضوع بسيط على قد ما البرنامج بيخوف، بس كل حاجه انت قادره تتعلميها بسرعه. في حاجه على اليوتيوب مهمه جدا، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها برضه، يعني لسه مكتشفاها قريب، كنز بالنسبه لي. هو شخص حد يعني بيعلم موشن تحفه. هتقول انا تحفة. مش هجيبه له هاخد انا ليه والله بجد تحفه، يعني حتى لو يعني هو بيدي كورسات وسايب شويه فيديو، يعني هو عنده اكيد ماتيريال لكورسات وفي شويه فري. الفري بجد اللي احنا كله عمالين نهري فيه. يعني اصل انت فكرتيني بحاجه، ان انا كنت في الاول كنت بخاف لما بدخل على فيديو الاقي انجلش، اقول مش هفهم وليه بشوف مصري. مش قصدي حاجه، يعني مش قصدي حاجه والله، في ناس طب في الاول
اسمع مصري، وانا مش بقول دلوقتي في الاول، انا بقول بعد كده لو عايز تطور نفسك. في الاول اسمع مصري براحتك، ويعني اسمع كل الماتيريال فعلا هتفيدك وفعلا هتنجز عليك وقت كتير. بس الفكره بقى فين؟ في الاستايلات بالظبط. اللي انت بتبقى فيه ستايل معين بني ادم بيعمله، مفيش شبه تاني، ملوش شبه، فلازم تتعلمه من الشخص ده. وفي هو في الآخر جودة في الشغل، يعني أحيانا والله مش قصدي حد، بس يعني مثلا انت لو جيت تشوفي كورس مصري أو عربي عموما، مش شرط مصري، بحس ساعات اللي هو الشرح انت بتشرح الأداة كويس جدا، ولكن شغل. او حتى التطبيق على حاجه، عارفه انت تحسي تسد نفسك مثلا، او ستايل الحاجه المعينه اللي هو بيشرح عليها مش لطيف، تحسي انك متضايقه. بكروت اللي هو انا بعمل اسهل حاجه عشان اعرف اصور. بالظبط. يعني بس حتى سيء. انت صوره الفيديو عموما، تيجي تبصي كده تحسي انك مش عايزه تدخلي الفيديو. على فكره ده في اصلا برضو اجانب بتعمله، والله مش قصدي على حد، بس المهم تهتموا شويه وانتوا بتتعلموا. يعني الشخص اللي انا يعني كنت بقول لكم عليه من شويه ده، تحسي قبل ما تدخلي الفيديو اللي هو انت بجد هتعلمني؟ والله تدخلي تلاقيه فعلا بيعلمك الحاجه دي، انا بتخض طلع بجد. طيب حاجه يعتبر من اهم بقى الحاجات النهارده، انت ازاي بتفكري المشاريع بتاعتك؟ يعني في الكليه في ال5 سنين ازاي بتبداي؟ انا عرفت النهارده، يعني قولي لي مثلا 3 افكار خدتوها في مواد، لان انا بحب المعهد عندنا عشان الافكار. بجد الدكاتره بيطلبوا مننا افكار انت عمرك ما كنت يعني هتتخيلي ان في ممكن فكره تطلع كده. يعني انا خلاص يا دكتور مشيت، فانا هعرف اقول اسم عادي. دكتور عبير ودكتور مروه، الاثنين اكتر اتنين ببقى شايفه ان هما، يعني مش معنى كده ان في المعهد عندنا مفيش، بس مش هعرف اقول حاليا يعني اتخرج واقول كل اسم. بس الاثنين بيجيبوا لك افكار مش من بره القاره، ومن بره الكوكب. اللي هو كان عندنا هقول لك بروجكت مع دكتور مروه تحفه، كان عباره عن طابع بريد كده، كان لذيذ قوي. كنا عاملينه عن ايه؟ بتاعت الطوابع. ايوه، ساعه صبحيه، كان ده السلوجان الموحد. لو جيتي بصيتي لشغل حد في الدفعه والله ما هتلاقي التاني شبهه، كلهم تحفه. يعني مع عارفه ان الحاجه اللي ما يعرفش الطوابع دي كانت زمان، او هي لسه ستيل في حاجات معينه، بس دلوقتي بقت ديجيتال اكتر. حاجات كده بتتباع بجنيه وحاجات كده، الطوابع دي تبقى مشرشره كده ان هي بتتحط على الورق المهم، وبعد كده اتطورت بقت دلوقتي في الحاجات الفينتج اللي هي الحاجه القديمه دي. فكره اللي جوه الطابع نفسه كانت لذيذه قوي. يعني هي قالت لك ممكن مثلا تصحى الصبح في الفجر تصور حاجه انت حاببها، ترسم عليها، تعمل كولاج. طلعنا شويه اشكال لحاجات تحفه. هي بجد هي فعلا هي ودكتور عبير افكارهم تحفه، بيطلع معاهم مشاريع تحفه. انا اتخرجت بس ما اقدرش اقول اسماء برضو. بس في ناس برضو ستيل في المعهد، يعني اتعلمت منهم كتير وافكارهم برضو تحفه. فانا مبسوطه، انا بحب المعهد. وانا يعني انا كانوا بيقعدوا يقولوا لي انت عشان بتطبلي للمعهد. لا، هو المعهد يتحب ووحشه وحلو. مش هقول ان المعهد ملاك، المعهد فيه ناس مش احسن حاجه زي اي مكان طبيعي، بس لو هنتكلم على الاغلبيه، لا الاغلبيه عايزين يعلمونا، الاغلبيه خايفين علينا وعندهم كرياتيفيتي في التفكير غير طبيعيه. فعشان كده بقول لك، طب بعيدا عن الطوابع ايه تاني؟ قولي لي مشروعين كمان. طب استني بقى، بالنسبه ان احنا كنا بنشكر في المعهد من شويه، بس كنت عايزه اقول حاجه. انا عندي 24 سنه كمان، فكانت اجمل سنين في ال 24 سنه كانت اجمل 5 سنين في الكليه. عشان في ناس بتقول انهم بيكرهوا الكليه وانها ايام ويا رب نتخرج. انا عمري ما قلت الجمله دي، ده كنز بالنسبه بجد لاي حد يدخل المعهد عندنا. يعني حتى يعني الصداقات اللي من جوه الكليه كانت بجد يعني حاجه. بس كلهم شبهك، مهما اختلفت الطبقات، مهما اختلفت اللغات، مهما اختلفت الاقسام، بتحسي ان الجو العام انت اللي هو طالعه دلوقتي الفايب كلها، المود كله، هو كله بيشتغل وبيحب اللي بيعمله. كلهم فاهمين، الا في قله قليله ما بيحبوش ومش عايزين يتعلموا، دول هم لوحدهم انتوا حرين براحتكم. بس فعلا انت عندك حق. كانت فكره والله برضو الدكتور مروه. ايوه دكتور مروه بتطلع افكار حلوه. كانت فكره وحشتينا والله يا دكتور، جدا والله جدا وحشتينا جدا. ويعني شكر خاص للدكتور مروه، عشان يعني يعني انا مبسوطه اني عارفه اقول
دلوقتي يعني لو كانت في الماضي مش عارفه اقول والله بنحبهم جدا برضه كلهم، بس عشان مش عارفين نذكر اسماء. بس وحشتينا جدا، وحشنا الشغل مع حضرتك جدا كدفعه كامله. ويعني مفتقدين المحاضره. انا ما خدتش معاها للاسف كتير، للاسف. انا عارفه انتوا الدفعه اللي كانت خلاص النهايه. حظ كبير. فهم محظوظين اكتر مننا بكتير. بس يعني برضو الحمد لله نبنا من الحظ جانب ان احنا كنا بناخد معاها المحاضرات، ومن احلى المشاريع بافكارها اللي كنت مطلعاها كانت بسبب المحاضرات بتاعتها. بس فلازم اقول الكلمتين دول، مش قادره بصراحه. كان البروجكت بتاع كانت مادة تغليف ومكتبات، مش فاكرة اسمها ايه. كنا بنعمل أغلفة لمكتبة الديوان. ده نقطة تحول في حياتي. يعني كنا بنختار 3 كاتيجوري من الكتب، وبعدين كنا بنعمل لهم تغليف بقى والحوار الرائع ده. ده نقطة فعلا تحول في حياتي. في ايه؟ في التفكير. أول ما بدأت البروجكت ده كنت بفكر بأسلوب سطحي للغاية جدا. اول ما فكرت في اول فيجوال للبروجكت كان ولا ما فيهوش فكره، يعني بجد رسمت حاجات. يعني اغلب البروجكت برسم فيكتورز والكاركترز بتاعتي بقى، وكنت فرحانه بيهم وبتاع. المهم رسمتهم، وكان فعلا الفيجوال ما فيهوش اي كرياتيفيتي ولا اي حاجه تشدك انك تشتري البوكس اللي فيه الكتاب ولا حاجه. دكتور مروه في الفتره دي ما كانتش تعرفني. فاهمه؟ عارفه انت لما تكوني متضايقه لو انت شغلك مش مميز لدرجه ان الدكتوره ما تعرفكيش. فلما شافت الشغل هي كانت متضايقه جدا، وقالت لي مش فاكره يعني هي اتضايقت من الشغل ان هو ما كانش حلو. فده كان اثر في نفسيتي جدا. بعد كده يعني كنت غبت كذا محاضره. عارفه انت لما بتحسي باحباط الدكتور بتغيبي، اللي هو مش عايزه اوريها وشي تاني، انا اشعر بالعار. ف غبت كذا مرة، وبعدين رجعت بقى قلت لأ، مستحيل البروجكت الرائع يعني أنا كنت حباه جدا، اللي هو يعدي كده ما يعديش كده. فاشتغلت تاني يعني نفس الحاجة اللي أنا كنت شغالة عليها، بس قلت طب ليه ما كنتش كرييتيف شوية؟ عادي يعني ممكن الشغل لو اتشاف في ناس ما تشوفوش ولا كرييتيف ولا بتاع، بس أنا دلوقتي كشخص دلوقتي أنا مبسوطة بيه ان هو طلع كده في الوقت ده. هي اتبسطت بيه، ودي حاجة رائعة جدا. يعني أنا كنت مبسوطة بده أكتر من البروجكت. طب قولي لي فكره ثالثه، اخر حاجه قولي. البروجكت ده بحبه، بس هو من كتر ما هو قديم ما جبتوش، بس هو على البيهانس يعني. انا وحاجه نوران كلها الانستجرام بالفيسبوك بالبيهانس بالحاجات بتاعتها الصفحه بتاعتها بتاعت الرسم، الحاجات دي كلها هحطها تحت عشان ما هتسأل. هي الاكونت بتاعها فين؟ هتلاقوه تحت. كان بروجكت ايه؟ ان احنا كنا بنجيب حاجات موجوده عندنا في الحياه نعمل لها اعاده تدوير، ان احنا نعمل منتج وبعدين نصوره نعمل اعلان. ان انت ما تستخدميش اي فيكتور، ما تستخدميش اي حاجه من بره، انت صنعاها بايدك اي حاجه. يعني في ناس ان انت كمبتدئ تمام تستخدم فيكتورز، بس مبتدئ دي هتقولي كام سنه. لا هي مش كام سنه، هو ممكن تقعد 3-4 شهور لو انت بتستخدم، يعني بتشتغل على طول. لو 3-4 شهور كفايه، انت كده انت خلصت المبتدئ. يعني انت اول ما تقدر تستخدم الفوتوشوب حلو، انسى فكره الفيكتورز دي. لان انا عارفه اللي هو فري بيك والبرامج اللي احنا بنستخدمها ممكن تكون انت مش عارفها دلوقتي، بس الفري بيك والفيكتور ايكون اللي احنا بنستخدمهم دي ليها مرحله. المرحله الثانيه دي الحاجات دي هقول لك تقدري تستخدميها في حاله واحده بس، ان دي مش اساس فكرتك، دي مجرد حاجه بتكمل. يعني مثلا انا مش هاجي ارسم لمبه في اعلان كبير، هو اللمبه بس مجرد ايه اللي هو ديكور. بس مش البطل بتاعي، مش البطل طبعا. ما ينفعش احط فيكتور. يعني في الاول ينفع، بس انت مثلا يعني دلوقتي كل الحاجات مثلا اللي ناجحه قوي جايبين البطل بتاعها لو ساندوتش بس ما بحطوش فيكتور. لازم ابقى رسمه لو هو رسم، او مصوره لو انا ما ينفعش اخده. ما ينفعش اعمل اعلان في التلفزيون. شوفوا اي مطعم ما ينفعش يعمل اعلان هو واخد فيكتور او صوره من النت، لازم تبقى تصويرك. دي من اساسيات، لان لسه لحد دلوقتي ناس بتستخدم الطريقه دي. لا طبعا بطلك في الاعلان بتاعك، الحاجه اللي انت هتستخدمها بجد لا تذكر. الفكره كمان ان هي دي كانت ماده حملات اعلانيه تقريبا، مجرد حاجه وبتصوريها وده انت كده خلصتي. هو الاعلان لازم يكون كرييتيف في فكره. انا هقول لك انا كانت فكرتي ايه. كانت الفكره بتاعي ان انا جبت الخشب اللي هي الستيكس دي، وعملت الاول اطار كده كانه لوحه، رسمت اللي هي
ما كنتش بسمعها وقتها، بس عشان صريحة، اللي هي اللوحة بتاعت البنت هي بس كده ولابسة أصفر لابسه طرحه أيوة سقف. أيوة. في إطار اللوحة ده حطيت البنت ده وكملت الخشب كأنه كرسي، وحطيت على الكرسي ده ريش أبيض كتير، فكان إيه ده يبان كرسي، فكان المفروض الرسالة اللي أنا عايزة أوضحها كان إعلان لأيكيا. ان الكونسبت هنا ان اساسهم عباره عن ان التصميم فني وفي نفس الوقت مريح، ان هو اللوحه تعبر عن الفن، الريش يعبر عن الراحه، عبر عن الاثنين بالظبط. حلو قوي، الفكره حلوه قوي اصلا. التنفيذ برضو ممكن ما تلاقوش اجمل حاجه، ابقى اوريك. مشكلتنا برضو هنا في دلوقتي في الاعلانات اللي موجوده، لا انا بقولها دايري والمحور والحاجات دي كلها، الاعلانات فلات. هو حاطط المنتج او المنتجات وسلوجان اللي هو اصلا ممكن يقول اشرب اي يعني هو حتى السلوجان مش وده عرض اصلا وحاطط سعره، بس خلاص كده. قليل قوي المسلسل الفلاني على القناه الفلانيه. يعني انا عندي، انا كان لما في سلسله عملتها بتاعت المشاريع، كنت بحط النماذج، بتجيبي من على بنترست طبعا وبيهانس والحاجات دي كلها، الاعلانات اللي كانت معموله في حملات اعلانيه زمان بره. كنت بتضايق قوي لان انا عندي حته ان انا بحب قوي ادخل حاجه مصري، كنت بتضايق قوي ما الاقيش اعلانات. قليل قوي لما تفتكري اعلان فيه فكره. ممكن اعلانات تلفزيون بس بوسترات اعلانات كده يبقى فيها وراها فكره، وراها حاجه، قليله قوي. غير كده ممكن ترجعي بالزمن 13 مرات كده يعني، بس مش فاكره انهي فتره بالظبط يعني، كانت كويسه جدا في الاعلانات. بس فاهمه انت ايام ما كانت الامكانيه في تنفيذها باحسن صوره ما كانتش موجوده، بس كانت احسن من حاجات موجوده دلوقتي. يعني دلوقتي مقاطعه يا جماعه وكل حاجه، يعني يا رب يعني ملغي. يا ريت كلكم تدعوا يعني ان شاء الله الغمه دي تنزاح. احنا مقاطعين كل حاجه، بس مش غلط ان احنا ناخد افكار من اللي كانت معموله. احنا عندنا هنا بس مش عارفه فين بصراحه، انا بايظه في الاتجاه، بس تقريبا على المحور حاجه كده، اللي هو كوكاكولا اللي هي الماكت اللي بتتصب، كوكاكولا ماكت وانتي طالعه على الكوبري، ازازه معمول لها ماكت ان هي كوكاكولا وبتتصب في كوبايه. هي بيزك بس هي مكلفه جدا دلوقتي عشان تتعمل مستحيل، بس هما دلوقتي بقوا سوشيال ميديا اكتر. بس انا بتكلم ايه، ان في حاجات كانت بتتعمل عندنا، هي برضو شركات اجنبيه، بس في حاجات كانت بتتعمل عندنا برضو، الامكانيات دي برضو كانت تبقى عندنا ممكن عادي، ودي هي مش كرياتيفيتي ولا اي حاجه، هي اصلا حاجه بيزك، بس ان في حاجه بتتعمل دلوقتي. انا مش عارفه الوم على الامكانيات عشان حاجه واحده بس، اصل ده تصميم. انت عايز مصمم، يعني مش بقول لك ان انت اعمل ماكت واعمل لي حاجات طايره في السقف وطايره في السماء وحاجات نازله ودبل، اللي هو الاعلانات الدبل دي، لا انا مش عايزه كده. انا عايزه تصميم شكله حلو، تصميم مش بس شكله حلو، تصميم كرييتيف، ان انا في فكره وراه اقعد يعني. الحاجات دلوقتي اللي بقت بتتشير اللي هو ايه، يعني اعلان عن مطعم او اي حاجه تفتكر عن ايه ويحطوا ايموجي. ليه كانت في حمله كده مش فاكره اسمها ايه، كانت سوسو مين سوسو او مش عارفه ايه، جيب سوسو مش دي ايه يا جماعه. ماشي هي ماركتنج، بس يعني ده اخرنا بحس ده اخرنا في الماركتنج. حتى الاسلوب ما كانش يعني، والله مش قصدنا حاجه بس فاهمه. انا بقول لك كده مش عشان احنا ما عندناش، ان احنا عندنا كتير. يعني انا بتكلم على المعهد بتاعنا اللي هو اصلا ايه، في 1000 طالب معظم مفيش اصلا. ده احنا يعني دفعتنا قليله، دفعاتنا عامه كلها قليله. شوف بقى من 5-6 سنين الدفعات دي كلها راحت فين. في طبعا ناس دلوقتي شغاله بره، بس انا بتكلم دلوقتي ليه هنا. ما انت عندك اهو، يعني انت عندك مصممين، مش بنقول مفيش، ويا جماعه شدوا حيلكم شويه. هو في اغلب المصممين والله بجد، ومش قصدي اي اهانه، ما بيكونوش يعني، في ناس شغاله مش خريجين تطبيقيه، ويعني بيقول لك مثلا ايه يعني، برضو مش قصدي حاجه، ولكن اللي هم بيقولوا يا عم جرافيك ده ممكن تتلم في كورسين. طب ما انت يعني، حتى والله لو اي حد عايز يدخل مجال الجرافيك، حتى لو هو مش تطبيقيه، خد الكورسين وافهم يعني ايه تصميم. طب خلينا نتنقل من النقطه دي النقطه برضو اللي هو احنا سالته في الاول اصلا نسيته. انت لما يطلب منك بروجكت بتبداي تعملي ايه؟ فكره، قال لك دلوقتي فكره مشروع،
تروحي البيت تعملي ايه؟ بفكر كتير جدا. في دماغك؟ لا مش في دماغي طبعا. مش هقول لك بعمل مود برضه ان انا بني ادمه منظمه للغايه، مفيش حد منظم للغايه يعني، بس عادي لما تشخبطي يعني لو عملت كذا، ولما بتيجي تبداي في اللي انت عملتيه ممكن تغيريه اصلا. هي انت بتطلعي الافكار القديمه اللي في دماغك، مم. فدماغك بتفضل لو جات لي مش فكره اول يعني دايما مش اول فكره اللي بتتنفذ، واوعى تنفذ اول فكره اول ستايل ليها. ده اللي انا اقصده يعني، الفكره نفسها ما تلغيهاش، الفكره حلوه. يعني مثلا هنرجع تاني للمشروع التخرج مش هتكلم فيه دلوقتي، الستايل بتاع رسم الكاركترز انا جربت مليون ستايل، وقعدت يعني مع كل ستايل اقول هو ده تحفه وبتاع، هاجي ابص له تاني لو لا. وكمان ايه ده بنقول علشان في ناس اول ما اول حاجه معاها ما بتظبطش خلاص بتموت، وانا خلاص وجربت كتير ومش عارفه انا فاشله بلا 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 بلا. لا طبعا هي كده كده اللي هو، علشان كده بقول لك كونسبت اول فكره كده كده ما بتكملش حتى يعني بشكلها الاولاني، علشان لما ما تكملش مع ناس ما ييأسوش. ده الكونسبت المفروض يمشوا بيه بجد. طب بعد ما بتعملي مود بورد او بتفكري تعملي ايه؟ بسكتش السكتش اللي في دماغك على ورق، انا بشوف الريفرنس بس احيانا يعني كل الناس بتشوف ريفرنس وده لازم، حتى اجمد الناس في العالم، بس احيانا انا بقعد كده مع نفسك بس مش دايما يعني. أيوة. اكيد عندي، واكيد اللي في دماغي ده كان ريفرنس شفته قبل كده يعني، مش من وحي الخيال. في برضو حاجه مهمه، هو مفيش حاجه اسمها ان انا هفتح الحاجه مش هرسم من اللي دماغي، ومفيش حاجه اسمها، في فرق بين ان انا بسرق افكار وان انا جالي انسبيريشن او الهام من مشروع حد عمله. في فرق كبير قوي، وده يعني ممكن نتكلم فيه بعدين، بس انا بتكلم ان هو لازم نتكلم فيه بعدين يعني. هرجع النقطه دي بجد لازم نتكلم فيها بعدين، لان هي مهمه جدا، لان بيختلط الامر مع الناس ان هو بتبدا بسرقه، هي بتبقى سرقه. سألت السؤال ده قبل كده في انترفيو في شركة، ممكن حد فيهم يشوف ولا لا، بس تمام. بس هو سؤال مهم يعني، كان شخص رائع اللي سأله. وراني كانت كوت لبيكاسو تقريبا، انها بتتكلم عن اللي هو السرقة مش فاكرة. فقال لي يعني انت نظرتك ايه عن الشخص اللي بيسرق او الشخص اللي بيقتبس؟ ففي فرق كبير جدا بينهم فعلا زي ما انت قلتي. كان في كتاب اسمه ستيل لايف ان ارتست، ايوه عارفه. غير لي طريقه تفكيري تماما، لان انا كنت طول الوقت عندي مشكله ابقى كرييتيف ازاي. وشايفه ان الكرياتيف ده فعلا البني ادم الكرياتيفيتي ده اللي هو بيطلع كرياتيفيتي من كل حته، بيمشي يطلع كرياتيفيتي كده شعاع. اكتشفت انه لا، هو شاف مصادر كتير وشاف حاجات كتير، مفيش حد بيخترع الذره، هي كانت موجوده، مفيش حاجه اسمها كده، كانت موجوده يعني. التصميم اللي هو عامله ده هو كان موجود، بس موجود بطريقه تانية، باليتة الوان تانية، باوتلاين تاني، بس الكونسبت اللي خلاه يشتغل بستايله هو او بطريقته. ليه بقول لك الفرق بين اجانب ومصري؟ هو علشان الاجنبي خد اللي المصري خده، بس فرق كله ان هو خلاه بستايله. ما الكاركتر هو دلوقتي احنا بنعمل كاركترات زي شبه ديزني. فكري فعلا في يعني طريقه تفكير الشخص اللي انت بتشوفيه له دي بتفرق جدا. طيب بعد ما انت بتعملي سكتشات بتبداي بقى طبعا ديجيتال. طيب ممكن اسكتش ديجيتال عشان بس الناس ما تكونش فاكره، بس يعني في ناس بتحب ملمس الورق ايوه والرصاص بقى، لكن في ناس لو عايزه اللي هو كده كده هتمشي دنيتك لو بتعرفي تسكتشي ديجيتال قشطه، ما ده مفيد بيطلع برضو اوتلاين تحفه. بس تعرفي تسكتشي صح؟ يعني انا كان عندي مشكله في فكره السكتش ده، كنت بسكتش ببرش الاوبيسيتي بتاعته 100%. تخيلي بقى اللي هو اكنك بتعمل بجد، اكنك بتجيب 8 بي مثلا وتعمل بيه سكتش. هو السكتش وحش ليه؟ ما طبيعي يبقى وحش، طبيعي يبقى وحش. وتلاقي بقى مختاره اللون. يعني انا مؤخرا يعني انا بستخدم كليب استوديو بينت، برنامج رائع للرسم زي الفوتوشوب كده، بس هو بقى كله رسم وممكن ولا على اللاب. طبعا في تحريك على فكره، بس اللي هو بقى فريم باي فريم. لا برضو الكليب استوديو بينت تحفه في الحوار ده وسلس جدا، ما بيهنكش بسهوله. ده بيتحمل من حته معينه من الموقع بتاعه، ولكن هو بفلوس بس طبعا يعني. طب بكام؟ ممكن مش عارفه بكام الصراحه. برنج
فلوس التيل بقى. هو احنا يعني هو الاحسن طبعا، هو مش الاحسن، هو لازم يحمل هو انا مش عارفه دلوقتي في النقطه اللي احنا فيها دي ما انا هقول لك والله، بس هو الحاجات غير دي يا جماعه والله لازم تشتروا بفلوس. بس أنا الصراحه كنت محتاجاه جدا عشان مشروع التخرج، حتى بعد ما نزلته الموقع فلتخيل. هو انا بس عشان انا لحد دلوقتي مش عارفه حوار المقاطعه ده، ان المفروض نشتري حاجه ولا ما نشتريش، المفروض بس ده شغلنا يعني. الفوتوشوب والإليستريتور والان ديزاين والافتر، الحاجات البرامج دي كلها هي ده شغلنا. ففكره ان انا طب اقاطع، طب هشتري ما اشتريش، دي لسه حاجه انا لسه برضو ما اعرفش المفروض نعمل فيها ايه. بس عامه الكراكات دي سرقه. حتى لو احنا عملنا كده في حياتنا ده مش معنى انه صح خالص. غلط جدا. الكراكات دي سرقه، اكنك انا بالظبط تعمل مشروع بجد انا هتسرقه. نفسي في يوم من الايام ان انا اصلا اشتريهم علشان يكون متوفر لي كل حاجه فيهم. هو في كراكات دلوقتي بتتفرج كل حاجه، بس بغض انا اقصد ان النظر هو بس تكوني بحس انا مستحرمه. كل حاجه تمام بالنسبه لك. وعلى فكره دي معلومه محدش بيقولها. انا بيتعاملوا مع الموضوع عادي، هو احنا عادي، اغلبنا بيتعامل مع الموضوع عادي. يعني انا شخصيا كنت بتعامل مع الموضوع عادي، بس حسيت في يوم من الايام ان انا متضايقه. بس بغض النظر ان هو لما تيجي تشوفي اسعارهم برضو بتضايقي اكتر. كان فاكره في معيد جه ادانا الفلاشه فيها البرامج كلها وقال لنا انا مش مسؤول على الذنب اللي انا هاخده، انا بقول لكم ان الفلاشه دي حرام ومش مسؤول عن الحاجات اللي انتوا تاخدوها لانها حرام، بس انا بنبهكم. كانت اول مره افهم، ومن ساعتها وانا حاسه بالذنب. ده نفس الكونسبت اللي هو لما بننزل كتاب المؤلف مش موافق على حقوق نشر، فاهمه؟ حاجات كتير بجد بنعملها غلط، واحنا مش معصومين من الغلط. انا وانتي شخصيا احنا بنتكلم، احنا عندنا كراكات. حتى الكليب ستوديو بنت انا منزلاه متكرك يا جماعه، بس يعني احنا بنتكلم في العام. بالظبط، مش معنى يعني ممكن حد يبقى احسن مني ويقدر يدفع الفلوس دي ويقدر يستثمرها. الفلوس دي ربنا يبارك له اكيد في شغله اكتر مننا بكتير. بس انا بحب لو حد بيعمل حاجه مش مجاهره طبعا غلط، انا بقول عشان دي جانب محدش بيقوله، معرفش ليه. يعني كله بيدخل يقول لك كيفيه تحميل الكراكات بتاعه الفوتوشوب. طب انت قلت في الاول عشان تخلي مسؤوليتك ان ده حرام؟ محدش بيقول. انا ما كنتش اعرف، والله ما كنت اعرف. انا فعلا فضلت فتره في حياتي ما كنتش اعرف، لولا كلمته دي انا ما كنتش اعرف. ليه باكد على المعلومه دي؟ عشان اي حد مبتدئ ولسه هيدخل في المجال يفهم ان الفوتوشوب والإليستريتور والحاجات دي كلها بتبقى برامج متكركه اللي موجوده ببلاش. الفوتوشوب ليه سعره وبيكون فيه شاهد. بينزلوا عروض كمان بينزلوا. وعلى فكره مش غالي. انا بقول لو حد بيفكر ان هو يشتري كوليكشن كامل او ممكن يكون غالي عليه. احنا يعني في ظروف ناس مختلفه، بس انا اقصد ان هو مش غالي بنسبه ان هو على اللي هو بيقدمه على شغلك. لو حد بيشتغل يعني انا فعلا لو حد بيشتغل هو مش كتير عليه. يعني $10 اكيد مش هيبقى كتير عليك في كله. هو انا فاكره ان هو كانت حاجه كده يعني. كان بحاجه 50 تقريبا، حاجه $50 تقريبا، علشان بس ما حدش ياخد على كلامي. بس هو برضه برنامج تحفه جدا جدا جدا، في كل حاجه اي حد بيرسم محتاجها في حياته. طيب انت بعد بترسمي عليه، وبعد ما بترسمي عليه طبعا بتعملي بقى بالستايل وبتكملي الرسمه او الخطوات مش قصدي. انا اقصد ايه، لما بنيجي نجرب حاجه جديده مش دايما يعني مش دايما بتنجح، وفي الاغلب ما بتنجحش. وغير كده ما بنبقاش عارفين هو ده صح ولا غلط. عشان كده مثلا استاذه انت بتعرفي انت صح ازاي؟ البرنامج ده انا ما شفتلهوش فيديوهات الصراحه. انت مع نفسك. هو ممتع جدا كل حاجه. يعني عارفه انت لما كنا بنخض من شكل الفوتوشوب زمان عشان كل حاجه قدامك كده، هو ده كل حاجه قدامك وكل حاجه حرفيا واختها بقى جنبها وكتير جدا. فهو بتحسي كده الحته اللي بترسمي فيها صغيره بقى بتقعدي تكبري وبتاع، بس من كتر ان هو كل حاجه هو مطلعها لك قدامك انت عارفه كل حاجه بتعمل ايه. حتى الادوات ما في، يعني دي فرشه، ده قلم رصاص، اي حاجه، كل حاجه باينه. وبترسمي مثلا ببرش معينه بترسمي انا بجرب بقى يعني دي اكتر حاجه بحبها عشان هو بيقدم براشز كتير جدا، وبراشز الفوتوشوب ممكن تدخل عليه. ما هو وانت كنت بتشتغلي على الإليستريتور قبلها صح؟ الفوتوشوب يعني لا كنت بشتغل لا البرامج نفسها. عملتي كاركترات على الإليستريتور. طب وانت بتستخدمي الإليستريتور كنت برضه بتستخدمي فرش معينه ولا الفرش العاديه؟ يعني كنت تروحي تحملي فرش؟ لا البيزك بقى اللي هو العاديه. عشان انا سألت السؤال ده كتير. حوار الفرش عموما انا كنت بحبه جدا بقى في كليب ستوديو بنت، علشان
كنت بجرب تكنيكس مختلفة. آخر تكنيك كنت بستخدمه كان في قصة الأطفال الأخيرة اللي هي لسه هتنزل في المعرض دي. مش هنحرق، مش ماشي. لسه اوكي مش ليها لا سيبيها. قصة الأطفال الأخيرة دي كنت عايزة أجرب تكنيك إزاي ترسمي على ورقة، يعني مش ورقة حقيقية بس تحطي انت الورقة وتعملي كأنها ألوان مية حقيقية. كان في برضو حد أنا بتابعه بيرسم بالحوار ده، هنبقى نسيبه تحفة. يعني أنا أول ما شفته، عارفة انت بتشوفي حاجة بتحسي انك متغاظة، مش بتحقدي على حد، بس طب ما اتعلمها دي. طيب احنا معانا مشاريع كتير، عايزين نتكلم على كل واحد علشان هنتكلم على كل واحد، مش هنلغي كتير، بس انا عايزه كل واحد تقولي عملتيه بتكنيك ازاي، عشان يمكن اللي هيشوف الحاجات دي اكيد هيبقى نفسه يعمل زيها، فنديله بس معلومات انت بدأتي ازاي او عملتي بالبرامج ازاي. فنبدأ بأني مشروع. في مشروع كان ريبراندنج السبوتيفاي في البداية، يعني كان من أحلى المشاريع اللي كانت في بدايتي، عشان كده يعني ده من المشاريع اللي في البداية اللي أنا بحب أتكلم عنها. حبيت إن أنا أبين سبوتيفاي بطريقة تانية، فاللي هو عملت فيه اللوجو كان فيه كاركتر، كنت مقدمة أفكار كتير جدا إن أنا بقترحها للحوار، والدكتورة يعني حتى ادتني اوبشن ان انا اختار مثلا ما بين كذا واحد، قالت لي شوفي انت حابه انه اكتر وكملي عليه. يمكن دي اكتر حاجه بحبها برضه عندنا في المعهد، ان هما ما بيفرضوش الستايل بتاعهم، هم بيخليك انت تعملي الستايل اللي انت حباه. بالظبط، اللي هو شوفي اكتر حاجه انت حباها كملي عليه عشان البروجكت يطلع باحلى شكل يعني. فاخترت الشكل اللي هو بتاع الكاركتر بقى كنت عاملاه سكتش، بس انا قدمته لها يعني كنت مقدمه كل الحاجات فاينل ديجيتال، بس عادي ان احنا طبعا نوري الافكار الاول سكتشات يعني، وده الاصح. طب كلميني على المشروع بتاع اغيسون، عشان انا فكرته عجباني، فقولي فكرته. مشروع اغيسونا كان بروجكت جماعي، كنت مع 2 من اعز اصحابي، نور ومنال، بجد 2 من اشطر الناس اللي انا اتعاملت معاهم، ودماغهم حلوة جدا، وكل حد فيهم شاطر يعني شاطر في حاجة هو بيحبها، يعني هما بيحبوا الحاجة ويبقوا شطار فيها، هو ده بجد الترتيب، انت بتحب حاجة هتبقى شاطر فيها. البروجكت كان كامبين لأي حاجة وتبقى كرييتيف، فاحنا وقتها فكرنا ان هو نعمل مثلا حملة اعلانية ل WWF، مثلا بتبقى حزينة جدا، تلاقي مثلا هو الحيوان يعيني مثلا في حاجة مأثرة عليه، مثلا اللي هو الكيس خانقه، وتلاقي الكامبين بتعيطنا كلنا. احنا كنا عايزين نعملها بشكل مرح علشان يأثر على الأطفال تبقى فاهمة هو ايه الدنيا، مش شكل مرح ان احنا بنسخر منها، لا، بشكل مختلف علشان ما نبينش الحملة بالشكل اللي احنا معتادين عليه. فعملناها ان هي ليه ما نعملش مهرجان مثلا شبه مهرجان المزاريطة، مهرجان كوميدي مرح. ابتدينا نفكر في ان مثلا البوسترز تبقى شكل كوميكس عشان تبين الموضوع بشكل زي ما احنا كنا عايزينه في الكونسبت، والفيديو كان عبارة عن ان المذيع المصري اللي هو ابو قردان، اكتر حاجة مصرية شفتها في حياتي، مستضيف بقى الحيوانات مصرية او غير مصرية، بيتكلموا عن مشاكلهم، سواء مشكلة ممكن تتشاف صغيرة مع انها مش صغيرة، زي مشاكل القطط والكلاب في الشارع اللي بيقتلوهم، مش صغيرة نهائي، بس الأطفال حتى بيستهونوا بالأمور دي. ومثلا المشاكل الكبيرة زي الاحتباس الحراري والتلج بتاع الدببة اللي بيسيح والحاجات دي، بياخدوا العاج بتاع الفيلة، ودي كلها مشاكل، والأطفال ما يعرفوش ده، فهم لو شافوا ده ممكن يسألوا اللي هو هل فعلا ده بيحصل. فعملنا بقى الفيديو ان هو مستضيفهم وهما بيتكلموا، طبعا في فويس اوفر كأنه مهرجان حقيقي. انا هسيب لكم عامه اللينك بتاع الفيديو في الديسكربشن تحت، لازم تشوفوه عشان هو بجد اصلا انا ما كنتش اتفرجت عليه، فلما اتفرجت عليه بجد حلو قوي، فكرته حلوه قوي، وفكره ان انتوا تطلعوا من كونسبت اللي لازم كل حاجه تبقى نكد، ولازم ان عشان هي رساله هادفه وحاجه كويسه ان لازم ابقى بالستايل بتاعي اللي هو بقى معاناه، وابين معاناه السلاحف وهي مخنوقه. طب ما انا فعلا ممكن اعملها بكوميكس، والكوميكس بتنفع جدا السوشيال ميديا، وده اكتر حاجه دلوقتي شغاله، فليه ما اعملهاش كده؟ فاتفرجوا عليها هتحبوها قوي، في اغنيه في الاخر جامده عملوا راب يعني انا بسطني، بس فكره ايه ان هو احنا كجرافيك ديزاينر مش متوقفين على فكره ان انا يعني بصمم بس او بديزاين بس. يعني انت بتقولي ان انت عملتي الكاركترات
ونور عمل الفويس اوفر. كان نور ومجموعة من أصدقائه يعني في اه الكلية، وكان الراب حد برضو من أصدقاء منال يعني. ومنال هي اللي عملت منال برضو كان ليها هي اللي عاملة السكريبت، هي عاملة فيه فويس اوفر للزرافة، كانت منال. ف... يعني بجد كان تعاون رائع. بالظبط. حسيتي بفرق لما اشتغلتي لوحدك واشتغلتي مع تيم؟ أكيد في فرق، يعني أنا اشتغلت مع كذا تيم، كان في أشخاص هما متكررين فيه كل مرة، بس بجد اشتغلت مع كذا تيم طلعنا برضو حاجات تحفة. كان في خناقات ولا؟ والله حتى لو في خناقات، يعني هي ما بتبقاش خناقات، احنا كلنا اصحاب، كلنا وجهات اصحاب. نظر. يعني مثلا لو حد اتاخر على الشغل تحسي انك متضايقه، وبعدين ترجعي تحسي بالذنب، اللي هو طب ليه؟ الموضوع كان ابسط من كده بكتير. بجد كان بسيط جدا، يعني خصوصا ان دول ناس بتحبيهم وواثقه من شغلهم ان الشغل هيطلع في احسن صوره، يعني او بالصوره اللي احنا نبقى راضيين عنها، فهو الموضوع لذيذ. طب وفي حاجه كنت حاسه وانت داخله ان انت تشتغلي مع تيمات، كنت حاسه ان هي وحشه او كنت خايفه منها، او طلعت العكس، او طلعت اكتشفتي حاجه جديده بان انت بتشتغلي لوحدك والديزاين لوحدك وبتفكري تعملي كل حاجه لوحدك، وفجاه انت الصراحه في اغيسونا، يعني انا توقعاتي بالنسبه له يعني بقت الضعف. يعني انا كنت متوقعه حاجه وهي زادت بقت الضعف بعد ما شفت النتيجه، يعني فاهمه انت ممكن متوقعه حاجه وبعدين فجاه تلاقي النتيجه احسن من كده بكتير. فكنت مبسوطه بالنهايه جدا اللي وصلنا لها، وكنا مسلمين الشغل في الميعاد المطلوب وقبله بكتير. وكمان يعني عارفه انت احنا ساعات بنتحدى نفسنا في الحاجه، يعني كان في كم رسم وتحريك كتير جدا جدا جدا، مع ان الموضوع يبان بسيط جدا، بس هو بس هو كتير انا جدا. فاهمه ان هو ومثلا في تكنيك تحريك كنا عايزين نعمله ما ظبطش، فاضطرينا مثلا ان منال تعمل حتت منه فريم باي فريم، فنجهز الفريمات، فالحوار كان كبر مننا بجد. فالنتيجة بجد أنا مبسوطة بيه، يعني يوم ما منال ورتنا الفيديو خلصان انا كنت مبهورة. كده كده هسيب البيهانس برضه يشوفوا الشخصيات وهي مرسومه بقى من غير تحريك. طيب المشروع انا يعني نطلع بره الكليه شويه، وفكره ان انت بداتي تعملي اصلا مشاريع لنفسك، دي حاجه مهمه. يعني ما بتبقاش بكونسبت مشاريع لا لنفسي، يعني حاجه انت جاتلك فكره يعني مثلا يعني مثلا لو رسمت كاركتر وانا شايفه ان الكاركتر دي ممكن اعملها بروجكت، فليه لا؟ او مثلا انا عاملاها فور فن لنفسي، انا كنت عايزه مثلا، يعني انا بحب اتخيل جدا حاجات وشخصيات، فاللي هو طب ما ارسمها، انا عايزه اشوف طب انت الحاجه دي. بتجيبي وقت منين؟ ده سؤال هيتسأل. بتجيبي وقت منين لده؟ يعني انت عملتي مثلا الحاجات لنفسك دي عملتيها في الدراسه ولا عملتيها في اجازه؟ والله ممكن يعني ميكس، ممكن دراسه على اجازه. في الدراسه كنت بتجيبي وقت منين؟ يعني في الدراسه مثلا لو في وقت فاضيه فيه، في ناس هتقول ما فيش وقت فاضيه فيه في الدراسه، لا بس في وقت فاضيه فيه بجد لو نظمنا وقتنا، يعني يعني وعلى فكرة مش لازم الدراسة ان احنا نبقى 24 ساعة طول السنة بنعمل مشاريع، ما فيش الكلام ده على فكرة. ولو انت حابب المشروع هتخلصه بسرعة. زي الكاركترات اللي انت وريتها لي بتاعت في شيزلر وأولفا، يعني الكاركترز دي يعني دي صراحة انا عاملاها في الأجازة. خدت منك قد ايه؟ ممكن مثلا لو انا كنت عاملة السكتش ونسيته، فلو انا يعني لو قلت النهارده ان انا هفاينل الكاركتر، هي خلاص هتفاينل، يعني ما بتاخدش وقت. وده وانت ما عندكيش خلفيات كتير، انت بتجربي. لا طبعا انا بجرب لسه، طبعا بدرس التشريح، فهم يعني التشريح بتاعهم ممكن تلاقيه مش مظبوط، ولكن انا راضيه عن النتيجه، اللي هو يعني في كاركترز زمان انا كنت بعملها، لو جيت قارنت الجديده بيها فهلاقي في مستوى مختلف، فانا بقارن نفسي بنفسي. انت معاكي جرافيك تابلت ولاب، معكيش مثلا الايباد او لا الحاجات؟ لا يعني ايام ما كنت برسم الكاركترز فيكتورز، يعني ما كانش معايا جرافيك تابلت، اكيد كنت بستخدم اساسا مش ماوس، كمان كنت بستخدم اللي هي بتاعت اللاب دي، فيعني البتاعه بتاعت اللاب رسمه الكاركترات دي بتاعت اللاب. انت عظيمه والله ما بهزر، انت رسمه الكاركترات دي انا مبسوطه عشان ما بيصدقونيش. يعني انت كنت ساعه لما كنت بترسمي، انت جبتي جرافيك تابلت امتى؟ مش مشروع التخرج والله بس يعني. كمان عايزة أنبه لحاجة، إنه برضو تاني مش بجودة الجرافيك تابلت ولا الشغل ده بسعر. اللي احنا عارضينه ده معمول بالماوس بتاع واللاب عادي يعني، والبرامج العاديه الالستريشن والمعظم حاجتي كانت الستريتور عادي جدا، ما عدا حاجات بسيطه كانت مشاريع بسيطه كانت على الابلكيشن التاني اللي انت بتقولي عليه ده. انت قلتي لي ان في حد
اكتشفتيه مؤخرا كان بيعمل حاجه اتفرجتي عليها؟ انا كنت بتفرج على جاكي حاجه مش فاكره ايه، هي شغاله كاركتر ديزاينر في ديزني تقريبا او حاجه، هي حاجه رائعه يعني. امم فهي التوتوريالز بتاعتها عظيمه جدا بجد، عندها يعني كم معلومات عن الرسم والتشريح والكاركتر ديزاين وازاي كانوا بيعملوا وهي اساسا بتعمل ايه دلوقتي في ديزني وهكذا، وعملت ايه لنفسها. لا، في داتا كويسه جدا عندها. انت لما بتشوف شغل حد بروفيشنال بتفهم، يعني مش مجرد انت بتعمل اللي انت عارفه، لا انت بتفهم وممكن تتعلم منه حاجه في الرسمه الجديده التانية بتاعتك تفيدك وتبقى نقله في الرسمه اصلا. طيب المشروع اللي اقرب الى قلبي بتاع سيوه، كانت الفكره ايه ونفذتيها ازاي؟ كان ده مشروع مش فاكرة الصراحة في سنة كام، سيوة كانت في سنة رابعة. كنا واخدين مثلا اللي هو كانت 4 أماكن، كانت القاهرة وسيوة وشرم الشيخ واسكندرية. كان طبعا قدامنا حرية الاختيار، ولكن بحيث ان هو يبقى ايه يعني هنا هو ده المشروع اللي طلع في MBC صح؟ هو ده المشروع؟ بحيث ان هو يعني كل مكان يكون عدد المشاريع فيه متساوية، مفيش مكان يتظلم او الناس كلها تروح مثلا تعمل اسكندرية ويسيبوا سيوة، ما ينفعش. اكيد في ناس هتبقى دلوقتي بتتفرج بتقول يعني ايه براندنج؟ براندنج انت تصممي هوية كاملة لمكان او لمنتج او لأي حاجة. العناصر بتاعتها ايه بقى او ايه الحاجات اللي انت بتصمميها؟ احنا مثلا لو بنعمل هوية كاملة لسيوة فاحنا مضطر يعني الاول عايزين نعمل هوية لسيوة بحاجة تدل عليها، يعني بحيث ايه لما تعملي اي براندنج بتفكري في كذا حاجة. الناس بتفكر ان البراندنج هو لوجو بس، هو مش لوجو بس طبعا، وفي حاجات اهم كتير من اللوجو. ان انت بتعملي هوية كاملة، بتعملي جايد لاين، بتعملي بيبقى فيه باليت مهمة جدا لازم تمشي عليها، اللي هو انت الباليت اللي هتحدديها للبروجكت ده لازم هي دي اللي تكون مكملة معاكي، عشان لما حد يشوف يبقى عارف ان ده تبع البراند الفلاني او مش عارفه ايه الفلاني. مفهوم باليت كولر يعني مم. بتعملي باليتة الوان بتفضلي ماشيه عليها طول بالظبط. البراندنج بتاعك. طيب جايد لاين يعني ايه جايد لاين؟ جايد لاين دي حاجات اللي هي اسس انت بتمشي عليها، او مثلا لاي اوت او هكذا. يعني مثلا لما جيت فكرت ازاي اعمل براندنج لسيوه، فكرت الاول انا عايزه اظهر سيوه ازاي. فالناس دايما بيجي في فكرها سيوه تحس ان هو فجاه صحراء برتقاني غيمت لا يا جماعه، سيوه اساسا مش صحراء برتقاني ولا حاجه. وفي لون، يعني انا دخلت اللون اللي هو تحسيه تركواز شويه في قلب الباليت، والاصفر والاحمر كلها والاورنج. اصلا بهجه، يعني تحسي كده ان هو دلوقتي بدات تبقى ايوه مفهوم فاحنا القصه. نغير النظره بتاعت الناس عنها، فاستخدمت الباليت دي بحيث ان هي تغير المفهوم وتديها شكل مختلف والبهجه فعلا. ففكرت انا عايزه اظهر سيوه ازاي، ففكرت بالطريقه دي. سيوه كنت عايزه اظهرها بان انت عارفه انا بحب الكاركترز والحاجات دي، فكان تفكيري للوجو كذا تفكير. كان في تايبوجرافي، وكان في طبعا ما ينفعش تفكري في حته واحده بس، فكري في اكتر من فكره وشوفي المناسب. ففكرت بان انا اعمل اللوجو عباره عن اللي هو الست السويه طرحه يعني بتاعها بالزي بتاعها المشهور، ويكون الكتابه مميزه بحيث ان دي فعلا تكون حاجه. انت لعبتي زي فيكتور او مش فيكتور طبعا، هو يعني لعبتي ايكون ولعبتي تايبو، دمجتي الاثنين أيوة. مع بعض. وفي اصلا عملنا انيميشن صغير كده ده للوجو. اللي انا كان قصدي، يعني انا قصدي ايه، ان في ناس ما بتبقاش فاهمه ان البراندنج ده تبقى كامبين كامله، كامبين حاجات كتير طبعا مش لوجو بس. ده اللي اقصده، اللي هو انت عامله مش عامله بس مثلا لوجو، ولا عامله مثلا انت عامله باكج كامله لسيوه لكل الحاجات اللي ممكن تخطر على البال، باختلاف المشروع. بس اللي هو انا ممكن اعمل انت عملتي بتاعت سيوه ازازه زيت. عملنا باكجينج زيت زيتون. جبتي حاجه من هويتهم وعملتي ليه، يعني عملتي وعملت كتالوج للسياح، وعملت طبعا الباترن اللي ممكن يبقى موجود في الشارع لو هنعلق علم، لو هدوم، لو وشاح او اي حاجه ليها علاقه بالبروجكت، عملت ده كله. انا ده اللي اقصده، ان هو فكره ان انت مش بس مش هحط مج،
يعني مش اي، يعني دلوقتي بقى اللي هو اي حاجه، يعني لو هنحط اي حاجه موك اب سهل. لا انت عارفة حتى حاجة مهمة، يعني لما كان في حد من صحابي كان برضو عامل سيوة، كانت حاطة، عارفة انت الكوباية اللي هي تحسيها نحاسية شوية، فالدي بتاع السيوة تحسيها، بالظبط، فدي ما مش كانت مج عادي. كرييتيف جدا. ايوه، مش مجرد بقى مج وبتاع، فانت لازم تعملي حاجة ريليتد للحاجة اللي انت بتعلني عنها. هو ده معنى الهويه، ده اللي اقصده، ان معنى الهويه ان انا بجيب من هويه المكان او هويه البراند او هويه ايا كان بقى انا بعمل ايه، واحطه. حتى لو احطه على الموك اب لازم ادور عليه كويس جدا واليقه على اللي انا بعمله. ما ينفعش اجيب حاجه مودرن، ما ينفعش اجيب لاتيه، كوبايه لاتيه احطها في سيوه، يبقى كده انا بستهبل. وده اللي مخلي مشاريع كلها على مدار المشاريع اللي انا شفتها كلها، هي كلها ريليتد ببعض، يعني كلها متصله ببعض، كلها تشوفي الكامبين كلها تعرفي ان ده زي ما انت قلتي كده هي تابعه للبراند ده ببلدتها بالهويه بتاعتها، هي ناجحه في ده. وده صعب على فكره، ده مش سهل. ده حاجة أساسية لازم أي حد بيعمل براند يبقى فاهم. عشان كده بقولك حتى لو حد عايز يعمل شيفت كارير من بره، يدخل مجال الجرافيك، مش دارس فنون تطبيقية، لازم يبقى فاهم التصميم بجانب الكورسات اللي بياخدها. يعني هو أكيد فاهم إن البراند مش لوجو بس يعني يبقى فاهم حتة إن هو في حاجات المفروض تبقى فاهمها في التصميم علشان تطلع فعلا حاجة ناجحة، مش مجرد حاجة اللي هو تجارية مثلا أو كده. هسألك سؤال الأول قبل مشروع، المفروض يبقى بعد، بس أنا عايزة أسأله دلوقتي. أنت جربتي تشتغلي بره؟ يعني في الكلية اشتغلتي في سنة كام أو اشتغلتي بعد ما اتخرجتي؟ هو تقريبا كانت في سنة أولى أو تانية، كان عندي تجربة كده كجرافيك ديزاينر. هي ما كانتش تجربة طويلة، ويعني حتى الشركة كانت متخصصة في حاجة واحدة، وكانت يعني أنا كنت في الأغلب فيديو إيديتور يعني جرافيك ديزاينر. فكانت تجربة أنا اتعلمت منها حاجات كتير. دي أول تجربة شغل ليا، فأنا ما كنتش فاهمة أصلا التعامل مع البشر بيبقى إزاي. والله بجد يعني أنا ما بختلطش بناس كتير، فدي كانت تجربة بالنسبة لي من الحاجات اللي غيرت في شخصيتي. وطبعا ده مطلوب جدا، ان الناس لازم تندمج مع الناس وتنزل وتتعامل وكده. يعني مطولتش فيها طبعا علشان كانت الدراسة وكان المكان بعيد عن الدراسة وكده، بس يعني كانت تجربة لطيفة. بره الكلية وبعد ما اتخرجت يعني في تجارب شغل. اشتغلتي ازاي؟ مثلا انت بتدوري على الجوب تايتل اللي انت عايزة تشتغلي. يعني انا اغلب الوقت ببقى ببحث عن شغل كالستريتور. بس نروح كذا انترفيو واترفض عادي يعني ممكن. رحتي كذا حاجة ده واترفضتي؟ رحت مليون حاجة واترفضت. وانتي في الكلية؟ وبره الكلية والله حتى بعد ما اتخرج ممكن اكون مرفوضة قريب يعني، فعادي. تعرفي ان انت ممكن تترفضي في مكان عشان انت اوفر كواليفاي. بس لا، ما اقدرش اقولها عشان الناس ما يشوفونيش مغرورة الصراحة يعني. وانت عارفة كمان رحت كذا مكان اترفضت فيه ليه؟ يعني عديت مرحلة ان الشغل عاجبهم بجد، كانوا بينبهروا بيه، وده مش بشكر في نفسي، بس انا لحد دلوقتي مستغربة. وكل حاجة ممكن يكونوا هما مش مقدرينك، انت مثلا طالبة سعر لنفسك مش مقدرين، بس انت لما بتقدري نفسك خلاص. فمش معنى اني اترفضت ان انا شغلي وحش، بالظبط. او مش معنى ان انا في اترفضت ان انا اسباب فاشلة. كتير تانية. بالعكس، السوق، هرجع اقول تاني، السوق المصري صعب. صعب لان دلوقتي اي حد بقى بيشتغلها، وبيقارنوا باوبشنز كتير جدا ويشوفوا مين موفر عليهم وياخدوه. بالظبط. والاسعار، انا مش قصدي حاجه، بس يعني الناس بتعمل البوست ب 100 جنيه و50 جنيه و25 جنيه وجو كده، ده ليه ناسه. عادي، انا البادجت بتاعتي كده، انا ما بقولش ان ده عيب، البادجت بتاعتي كده تمام. بس انت لما تطلب حاجه سبيشال، يعني هنيجي في الاخر خالص للكتاب بتاعك، كام كتاب معمول بالطريقه دي؟ قليلين، انا بقول لك قليلين جدا. واللي معمول كوميكس، ولا كوميكس حتى ما يوصلش الكوميكس، هو معمول كاركترات اللي هي حاجات ميكي ماوس، حتى ما وصلتش الميكي ماوس، عباره عن اوتلاين وقصه قصيره للاطفال. طب ليه الاطفال ممكن يشوفوا كاركترات وحاجات زي ميكي والحاجات اللي احنا كنا مهووسين بيها في ديزني؟ طب ما هو يعني، ما دي حاجه بقى انا جايباها فعليا واتنفذت، والحمد لله، ده بفضل من ربنا كبير ان هو طلعت للنور، مش بس اترمت في مشروع تخرج محطوطين على الحيطه. ده بيصعب عليا والله. في مشروع مشاريع كتير ما كانش ينفع يعني ما ينفعش تفضل كده، ما ينفعش هو ده اخرها ان احنا نحطها.
والله ده الهدف بتاع الريلز اللي بنزلها على الانستجرام كلها بتاعت مشاريع التخرج، ان المشاريع دي ما ينفعش تفضل يعني ده مكانها. هو الحمد لله ان ده موفر لنا ان احنا مش كل الكليات بتعمل كده طبعا خالص. مش كله الحمد لله بيعرض. موفر ان احنا نعمل كده، بس ده مش اخرها. في يعني احنا يعني لو اعرف اقول اسماء كنت قلت، بس في دكاتره كتير بيسعوا لينا ان هم يطلعوا شغل لنا بره. لما دكتور مروه طلعت في ام بي سي وورت مشاريعهم، ودكاترة كتير طبعا بينزلوا وبعدها الشغل. ناس كتير جالهم شغل على فكره، ده اللي انا عرفته. في بجد ناس دماغها كرياتيف جدا وفنانين جدا، احيانا بحس انهم مفيش تقدير خالص. عايزه ادي مشروع التخرج حقه لانه متعوب فيه قوي، فانا عايزه اديله حقه. مشروع التخرج بقى الفكره جت منين؟ مشروع التخرج عن الرواية بتاعتي. تمام. انت بتكتبي اصلا من قبل كده؟ الرواية ما بس الرواية بتاعتي دي مكتوبة بقالها كام سنة، ثانوية عامة بقالها زمن. خلصاها. وكانت مدققة بقى ورقيا وبتاع، عشان كنت صغيرة وقتها، فحد دققها لي ورقيا وعرضتها على كذا دار نشر، ولكن اترفضت كتير طبعا، ما كانتش في احسن صورة ليها. فانا قررت في مشروع التخرج ان انا اظهرها بشكل مختلف، يعني انها تتقبل وتظهر بشكل مختلف، بحيث انها يعني تبقى يعني ما فيش روايات كتير فيها مرسومة او فيها كاركترز في السوق. فانا كنت عايزة اعرضها بالشكل ده، وخصوصا ان الرواية انا كنت حباها جدا، واحداثها انا كنت عارفة انت بتكون حاجة انت حباها وبتاعتك كنت عايزة ترسمي احداثها وتعلني عنها، فده كان حاجة بالنسبة لي تحفة، وانا شغالة في حاجة انا بحبها دي اول وبتاعتي. فكره جات لك ساعه لما كانوا بيقولوا لك هاتي افكار مشاريع؟ كانت جاتلي، وبس برضو انا ما كنتش ضامنة 100% انها تتقبل الصراحة. اصل من روايتي وهرسمها يعني كمشروع تخرج ممكن ما تتقبلش، فكان في كذا فكرة تانية انا قدمتها. بس طبعا كان دكاترة المشروع معانا والمعيدين كانوا طبعا مؤيدين جدا 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 لفكرة الرواية. اول ما قلت الرواية يعني بجد وافقوا على طول، وده انا كنت مبسوطة جدا. خدت الموافقة وكنت شغالة حرفيا عارفة انت لما الطيار ياخدك مع نفسك كده، اللي هو دي روايتك اشتغلي فيها زي ما انت حابة. وطبعا هم في اشراف طبعا وفي مساعدة وكل حاجة، بس دي حاجة بتاعتك انت فاهماها، طلعي لنا بقى اللي انت متخيله. من هنا بقى ابتديت اعمل سكتشات للكاركترز. الاول كنت بعمل التايبوجرافي بتاع سيناستيماتا، عملت له تجارب كتير جدا واغلبهم طبعا كانوا فاشلين بس في الاخر وصلت للتايبوجرافي بتاعها اللي هي في عين كده، وحسيته معبر اكتر عن اسم الروايه، احداث الروايه اللي هي لسه هنقراها كتير جدا. يعني في تجارب كتير جدا 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 بستايلات مختلفة. يعني لو شفتيهم ممكن تقولي ده كان ممكن الرواية تظهر بشكل تاني خالص غير انت الحاجات دي لسه معاكي؟ معايا. انا عايزه اجيبها لك فلحد ما وصلت للستايل، عارفه انت حتى بعد ما توصلي لستايل الرسم، ستايل التلوين الرسم برضو يعني بتخلصي بمرحله تقولي الله لا تلاقي نفسك دخلتي في حته تانية. ايوه. فرسمت خلاص، صممت الكاركترز اللي هو انا كده كده انا اللي عامله الكاركترز دي وعامله اوصافهم يعني مثلا ده كان طويل وشعره اسود ومش عارفه انفه طويل وفكه في غراب. هو راوي الروايه كان كل ما حد بيجي كان بيحكي لك الشخص ده عامل ازاي عشان تتخيله. هما المفروض 15 فصل، فانا كنت عامله لكل فصل مشهد، ده غير الكاركترز بقى والحاجات اللي في الاول. فكل فصل مشهد ده انتي بتشوفي الفصل كله في دماغك وبتشوفي اسمه حاجات غير اللي كانت محطوطه. لا طبعا هي اللي مكتوبه. لا غير الخمسه. طبعا عامله هما حاجات تانية الخمسه بجد؟ 15 والله. انت عملتي 15 بوستر؟ بس انا في البوسترز نفسها بتاع عرض المشروع انا كنت مختاره اكتر بوسترز فيها غموض وبرضه تبين الكاركترز بحيث انها تشد الناس انهم يسالوا ده ايه. لما بتبتدي تصممي الشخصيه كانت كده. اشوفهم يعني هم دول مش كلهم يعني، بس ايه عارفه انت انا كنت جايب هم دول بقى في شكلهم الفاينل. اصلا هيبان في الكاميرا ولا لا؟ بس ابقى اعملي الحوار ده بعديها اكيد. المشاهد كلها طبعا كنت رسمها رصاصي الاول، بس انا جبت دول بس، هو 15 مرسومين. انت كنت حاطه رابطه بينهم كلهم بلاقاوت اللي هو زي الباب ده؟ زي الايه يعني كلهم يعني ده اللي هم كانوا معروضين، ان هو يبقى مربوطين كلهم ببعض.
وكانوا الكالر مود برضه، يعني ده فين فاينل، ده فاينل، ده ففي حاجات متغيرة وهو كامل بقى. ده برضه موجود، بس ده ده هنا. وده كمان. بس انتي بتعملي حاجات دي متخيلة نطلع كده؟ والله لا، يعني اول ما بدأت اصلا عشان اعمل الرواية عمري ما تخيلت. باليتة الالوان دي، الباليتة كلها غوامق. ده البوستر الاساسي اللي كان كبير. اللي عاجبني كانت عاجباني قوي قوي الطوابع دي، ستيكرز والاشياء. انك انتي مش بس فكرتي في ده، انتي فكرتي في حاجات تانية، يعني هو فكرتي في فكرة ان هو زي تذكرة. دي كانت تذاكر الرحلة. كنا مطلعينها، يعني كنت عاملة اللي هو انا مطلعاها في فترة العرض بتاع المشروع ده، عشان كده كنت كاتبة التاريخ يعني. بص السكتش والفاين. يعني انتي قعدتي قول مثلا 3 شهور او 2.5 شهور بتعملي سكتشات بس. بالظبط، يعني عملت السكتشات في وقت كبير علشان هما بس كانوا العدد كبير، لكن ممكن ناس تكون كانت خلصت المشروع طبعا قبل بكتير. في حاجه كمان كانت في مشروع التخرج كانت عجباني قوي، كانت طريقه اصلا عرضك للمشروع. يعني انتي اللمبه اللي كنتي معلقاها بالريشه بالحاجات دي، انك انتي احتفظتي بالتفاصيل دي وانك فكرتي انك تعرضيها بالشكل ده. عايزه اعرف برضه جاتلك منين. الدكاتره والمعيدين كان ليهم يعني فضل في الحته دي. انا كنت شاريه الريش، يعني نزلت اشتريته مخصوص عشان هو ريش حاجه مش زي ريش الكتابه كده. بعد بقى مشروع التخرج خلاص كملنا وفرحنا وخلاص واتخرجنا وكده، ايه اللي جاب ان انتي تتعرض؟ انا اصلا علشان انا كسبب رئيسي ان انا اخدها كمشروع تخرج، ان انا كنت عايزه اعرضها كحاجه كويسه علشان ابدا اعرضها على نشر. بجد يعني انا ما كنتش متوقعه انها برضو تتقبل، ما اعرفش ليه، ولكن وافقوا، وكنت حاسه بجد ان انا مبسوطه جدا بالفرصه دي. انتي قدمتي امتى؟ اول ما خلصت وجهزت معايا. وقدمتيها ازاي بقى؟ بعتيها لهم ميل ولا بعتيها ايه؟ طبعا بنتواصل مع دار النشر ميل، على الميل بتاعها بتبعت لهم الداتا، وطبعا انا بقى زودت ان هو يبقى فيه صور وانها ملونه وهكذا، يعني هما بيقروها بعد كده. بعد قد ايه ردوا؟ اسبوعين بشهر حاجه كده يعني هتظهر. امتى بقى؟ امتى وفين؟ عرض الكتاب يوم 25/1 لحد 7/2 تقريبا. حطيت التوقيع بتاعتي أول يوم الساعة 1:30. بصي، هو أنا فخورة بيكي جدا يعني، أو أنا عارفة إن أي حد عامة هيبقى عارفك هيبقى فخور بيكي جدا، مش عشان حاجة، عشان انتي مجتهدة. اسمه ايه اللي هو الرواية قصص الأطفال؟ سلسلة قصص أطفال عمرو ونادين، الأستاذ أحمد تلاوي وإشراف أستاذ عماد. ده انتي رسمتي كل الكاركترات اللي فيه؟ كل حاجة بقى. عملت الرسم والإخراج والأغلفة وكل الحاجات. هي بتبقى عايزة توصل صورة يعني نصيحة مثلا للأطفال، أو حاجة، أي حاجة أخلاقية للأطفال، ولكن في صورة مغامرات جميلة يعني. أنا بعمل للدار إعلان بعمل لها إعلان. بس هم يستحقوا إن هم خدوا الريسك إن هم يعملوا لكم حاجة زي دي حاجة تحترم جدا بجد فعلا. قدمتي في كام دار نشر؟ والله أنا كان أي دار نشر بتقابلني ما قولي مثلا 10. أنا ده ما كنتش متفقة معاكي عليه، بس أنا عندي سؤال. مين اللي انتي شايفة إن أنا أعمل معاه حلقة لشغله؟ مين اللي انت شايفة إن هو فعلا والله أنا كان في شخص أنا واخداه بجد ليا كقدوتي، بجد شاطر بطريقة رهيبة، مش واخد حقه تماما. ممكن الناس تشوف ان انا منحازاله جدا جدا، ولكن بجد هو يعني بيرفكت. يعني انت حتى لو شفتي شغله في التايبوجرافي بجد. ده معاكم في الدفعة؟ طبعا. محمود مجدي طبعا. كان في ناس كتير مشاريعها حلوة، منهم آيات نشأت، المشروع بتاعها في براويز كده. والله انا حاليا مش عارفة اعدهم، هقولهم لك في الكواليس. انت عارفة انا ما بحبش الختامات والجو ده، بس انا المشكله ان انا حرقت الحوار. انا عرفت قبل ما اول واحده اصلا عرفتي قبل ما اعمل اصلا اللوجو وقبل ما كل حاجه، بس كنت فاكره 5 فن عامه. لما قلت لك ان هو هيبقى بودكاست كنت تخيلاتك عنه ايه، ولما جيتي حسيتي بايه؟ يعني هو انا كنت قلقانه مثلا من الحوار ان هو ما يطلعش كم النقاش اللي جوانا، بس فعلا طلع اكتر، وحتى ما يعني ساعات بنصور بجد طلع كلام كتير جدا كنا عايزين نقوله،
وحتى يعني ما كناش مخططين اللي هنقول ايه، ولا في اسئله مكتوبه ولا الحاجات دي، فدي اجمل حاجه بجد. والبيئه مريحه جدا، ونوران بجد شخصيه لذيذه جدا. وانا انا بجد يعني البودكاست يعني هيكون ممتع جدا جدا. انا بحب البودكاست عموما، فهو ممتع جدا ومش تضييع وقت. يعني انت وانت بتسمعه في اي وقت هتحس ان انت بتستفاد، ومش بتسمع اغاني ولا حاجه، يعني انت هتبقى بتستفاد وبتسلي وقتك، وبتسمع محتوى مفيد ممكن يفيدك او ممكن يفيد حد انت تعرفه. فالحوار بجد جميل جدا. بجد انا برضو ما كنتش متخيله ان انا كنت حاطه في اعتقادي شويه معلومات لازم نقولهم عشان عارفه ان اي حد هيبقى مبتدئ مش هيبقى عارفها. بس انا شخصيا استفدت، يعني انا شخصيا قاعده بتعلم عادي زيكم. وده الهدف من 5 فن لحد من دلوقتي لحد الموسم ان شاء الله. مش هيكتر يعني، ولا هنعمل حلقات، مش عايزاه يبقى حلقات كتير الا لو طلبته طبعا. بس يعني انا مش هيبقى عايزاه، انا مش كم قد ما يكون في قيمه للساعه بقى او نص ساعه. مش عارفه هتتمنتج، ما اعتقدش هتتمنتج على نص ساعه، هتتمنتج على ايا كان بقى. انت كملت، انت عظيم يعني. بس ان احنا شبهكم وانتوا شبهنا، واي حد بيبدا في حياته شبه احنا. انا ما بحبش في البودكاست فكره ان هو انت وصلت للفلانكات بقى، انت خلاص كده انت عديت. لا، احنا كلنا بنتعلم، ومهما حد شفته شغله، انتوا ممكن حد منكم يقعد يقول مثلا على شغل نورهان هو انا هعرف في يوم من الايام اعرف اعمل زي ده، وانتي كنت بتقولي كده وانتي برضو في بالظبط، اعدادي واولى. ولحد مشروع التخرج ما كنتش متوقعه ما ان ده هيطلع كنتش منك. متوقعه. وده الهدف. الديسكريبشن والحاجات اللي احنا هنحطها كلها لينكات. انا شخصيا راح اتفرج عليها عشان انا محتاجه اتعلمها. بجد جميله جدا يعني. ولسه بنتعلمها وهي لسه بتتعلمها. لسه بس فمحدش يحط نفسه ان هو في حته ان هو لا انا ما اتعلمش. اخر حاجه انا ما كنتش متوقعه يمكن البودكاست هيبقى عامل كده، بس من احلى بجد ايام حياتي، من احلى تجارب حياتي، انه بحمد ربنا دلوقتي على ان انا عملتها. اني قابلت نورهان. انا كنت ساعه مشروع التخرج بتاعها كنت موجوده، بس ما عرفتش اتكلم معاها، وما كناش صحاب خالص. اعتقد بعد القعده دي والله لازم. بس يعني من ألذ الشخصيات ومن اريح الناس اللي انا فعلا اتعاملت معاها. فمبسوطه يعني، مبسوطه انا قاعده، مبسوطه احنا قاعدين بنتكلم. احنا اتكلمنا تقريبا بره الكواليس اكتر من الكواليس. ف انا مبسوطه انت كنت معايا، ومبسوطه ان انت اول حد يظهر في ربنا البودكاست يخليك. يعني. كنت يعني ظني كان في محله ان هيطلع قيمه كبيره من الحلقه دي، مش مجرد كلام. احنا مش والله بس يعني كلام. انا بجد اتمنى ان اي كلمه قلتها حتى لو بسيطه جدا انها تفيد الناس. وعادي يا جماعه ان احنا نبقى محبطين، انا بحبط دايما، واهلي دايما بيواسوني ويساعدوني، وبابا ماما يقولوا ومش لي عايزه اللي هو عادي يا اكمل جماعه ومش نهايه العالم. دايما بيقفوا جنبي، يعني مش حاجه، ولكن اللي هو كل ما بتحبط روح لمكان الامن بتاعك او الحد الامن بتاعك، وهو دايما هيشجعك. وفعلا والله مش نهايه العالم، وده مطلوب. يعني مفيش حد في المجال عايش حياته كلها مش مفيش احباط، لا ده بجد مطلوب جدا. بس فيا رب تكونوا استفدتوا زي ما احنا استفدنا. وقولوا لنا في الكومنتات برضو لو استفدتوا، وايه الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم فيها. ال5 فن مش بس عن جرافيك، هو هيبقى عن ديكور وفاشن واي مجال تاني خاص بفنون تطبيقيه او فنون عامه. انا مش حاكماها بحته، المهم تستفادوا. وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه، والموسم ده ان شاء الله يخلص على خير، تكونوا تمام استفدتوا. ما تنسوش تشوفوا في الديسكريبشن كل اللينكات اللي احنا اتكلمنا عنها، وحتى البيج بتاعت نورهان وكل التفاصيل بتاعت المعرض. فما تنسوش تبصوا وتتفرجوا على الحاجات دي عشان يعني هتفرق معاكم جامد قوي. ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.